إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. تولي إبراهيم النقاش لاعب الوداد السابق تدريب أمل الفريق الأحمر بعد ما ولا مديحي المدرب المساعد الأول ديال البنزرتي. بزاف ديال التقارير الصحفية والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أكدت أن النقاش ولا هو مدرب فريق الأمل، كما أنه غادي يكون المدرب المساعد الثاني ديال فوزي البنزرتي. مهمة تدريب فريق الأمل غتكون هي المهمة الأولى ديال النقاش كمدرب. النقاش خد الدبلوم كاف اي للتدريب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مساره التدريبي، ورجع للوداد الرياضي هذه المرة كمدرب الفريق الأمل بعد ما كان هو صخرة الوداد في الوسط، حيث إذا مرت الكرة يفقد اللاعب رجلها. نتمنى حظ موفق لخويا إبراهيم النقاش، ونتمنى أنه يلقى واحد المسيرة موفقة في فريق الوداد. النقاش اللي كان قاد فريق الوداد الرياضي سنوات كثيرة رجع دابا باش يقود فريق الأمل، فريق الأمل الودادي اللي كيعيش المعاناة في أسفل ترتيب البطولة اللي كينافس عليها. نتمنى أنه مع عودة النقاش ترجع النتائج الإيجابية ويكون الخير على الفريق، حيث فريمو محتاجين بزاف المدرسة الودادية التي كانت تعطينا كثير الحراس واللاعبين. الوداد كيعرف في الآونة الأخيرة بزاف ديال التغييرات، خصوصا بعد ما دخل سعيد الناصري السجن وتم تعيين النائب الأول ديالو كرئيس للفريق حتى لنهاية هذا العام. كذلك تغيير عادل رمزي بفوزي البنزرتي والاتيان بطاقم مساعد جديد ليه. نتمناو هاد التغييرات هذه كامله تكون كتصب في مصلحه الوداد الرياضي. الناس اللي كيسولوا على لي ريزو سوسيو ديالي الفيسبوك ولا انستغرام ولا تيك توك غتلقاو الروابط في الوصف. شكرا بزاف انك وصلتي حتى لهنا.